أنا متزوجة وزوجي يحبني وعندي أطفال الحمد لله. في أواخر رمضان نوينا نقضي أغراض العيد بالمحافظة قريبة منا. دخل علي أبو العيال قال ها وش رايك نروح للسوق الفلاني تاخذين باقي نواقصك أنت والعيال. طرت من الوناسة قلت خلاص تم. رحت لبست النقاب وتحته قميص الروز. دخلنا المحافظة وعلى طول على السوق. نزلنا السوق أنا وزوجي في محل أعجبتني فيه جلابية مرة حلوة. فتح زوج المحفظة لقى إنه ما عنده فلوس. قال اسمعي أنا بروح هنا الصراف بروح أصرف فلوس وأجيك وفي ذا الوقت أنت كملي باقي أغراضك. قلت له خلاص تمام. الوقت بعد صلاة التراويح والسوق مرة زحمة وأنا ما كان معي جوالي كان مقطوع وما أخذته معايا أصلا وزوجي جواله معاه. فكنت بين فترة وفترة أدخل المحلات وأدق من عندهم على زوجي وأقول له بسرعة يا أخي لا تتأخر لأنه تأخر تقريبا من نص ساعة لساعة. كان مرة الوضع زحمة وأنا مليت صراحة من الفرفرة في المحلات. قمت وجلست على الدرج وأشوف أطالع في المتسوقين اللي رايح واللي جاي وتيجي سيارة فخمة شوية وتنزل منها حرمة بشنطتها وعبايتها وتيجي وتجلس جنبي. بيني وبينها مسافة ما أعطيتها أي اهتمام. قامت وجلست يمكن حول الدقيقتين. فجأة كذا قامت فزت قامت من محلها وراحت تتسوق. اللي لاحظته إن شنطتها قريبة من لون شنطتي بس. شوية اللي أشوفه أبو الشباب جاي من بعيد. يوم وصل عندي قال آسف حبيبتي تأخرت عليك. قلت لا عادي حصل خير وناخذ أغراضنا اللي حجزناها في المحلات ونحاسب ونمشي على السيارة. قبل ما نمشي شفت أنا مطعم كذا يبيع سندوتشات وكنت مرة جوعانة. قلت له اسمع أنا مرة جوعانة خذ لنا أي شيء. قال ابشري. نزل وطلب سندوتشات وبيبسي كذا ورجع ونجلس ناكل أنا وياه في السيارة. طبعا أنا مندمجة بالأكل جالسة آكل ميتة جوع ويطق علينا طاقة واحد. نزل زوجي وأنا من قوة الجوع ما أعطيت أي اهتمام جلست آكل ماني فضيت لهم ميتة خلاص ميتة. تعرفون التعب اللي بعد الجوع أنا ما اهتميت لهم جالسة آكل ميتة جوع خلاص. تعرفون التعب اللي بعد السوق مرة ما اهتميت لهم. تأخر زوجي تقريبا 10 دقايق ويفتح باب السيارة بقوة ويدخل ويرمي الشماغ ويصفق في الدركسون ويفتح أزارير ثوبه. إيش ذا مسلسل كويتي؟ قلت فلان إيش في عسى ما شر خير إيش السالفة؟ أنا أحسب إن في أحد صار له شيء أو في حالة وفاة كذا. تلخبطت أفكاري. صرخ بوجهي قال أنتي كنتي مع مين ودوبك نازلة من سيارته وأنا كنت في البنك. قلت كيف أنا نازلة مع مين؟ إيش قاعد تقول أنت؟ قال السيارة اللي كنتي راكبة معاها. ضحكت قلت فلان ترى ما أحب المزح اللي زي كذا. قال بصوت عالي أي مزح علي الطلاق لا أجي أذبحك وأدفنك هنا علي الحرام لا أسوي وأفعل. وهو جالس يصرخ ويهددني بيقتلني خلاص. وأنا صرت أصرخ وأصيح تكفى يا فلان إيش السالفة استنى. المهم يعني قلبت السيارة كلها أصرخ أنا أصيح من هنا وهو يصيح من هنا. وأنا كنت أقول له أكيد مقلب أنا للحين ماسك في راسي مقلب الكلام اللي قاعد يقوله مو منطقي. قام دفني وصرخ علي يقول لي أي مقلب يا ما خلى كلمة مي كويسة إلا قالها. قال لي مقلب ها مقلب والهيئة شايفينك نازلة من سيارته. أي مقلب ده اللي ما تستحين على وجهك. وأنا أجلس كذا طالع فيه وعيوني كلها دموع من صدمة والساندوتش حتى في يدي ما كملته حسبي الله ونعم الوكيل. وقتها استوعبت إن السالفة صدق ما هي مقلب وتجيني هذيك البكية وأصيح كل اللي حولي سمعوني وأنا أبكي. خلاص ما قدرت أتحمل الظلم وجالسة أحلف بربي أني ما تحركت من السوق وجالسة أقول له يا آدمي أنا كل 10 دقائق أتصل عليك من محل لمحل كيف ما تمداني أركب وأنزل وأطلع وأنا أصلا المحافظة هذه ما أعرف فيها أحد ولا أعرفها. واجلس أشهق وأصيح وأبكي وأتحسب على رجال الهيئة ذا. نزل زوجي من السيارة وراح رجال الهيئة وقال لزوجتي تحلف إنها ما ركبت مع أحد وهي الحين منهارة في السيارة. قال رجال الهيئة لزوجي يا رجال هي نفسها هي بعينها أنا شايفها شفتها نازلة من السيارة وشنطتها بيج لا تلعب على عقلك حافظ عليها وربيها اللي زيها ما يستحون. رجع زوجي للسيارة بس بهستيريا وقام يصيح ويقول يا كذاب أنت قاعد تكذبين هو قال شنطتها بيج وشنطتك بيج. ما صدقني وشكله كان وقتها بيسوي فيني شيء بيقتلني الظاهر. قال يلا نمشي على الديرة وكان في قمة غضبه عمري ما شفته زي كذا أول مرة أذوق طعم الظلم زي كذا. نزل زوجي الرجال الهيئة ورجال الهيئة أكثر من مرة تقريبا حل 5 مرات يقول لهم ما هي ويرجعون يقولون لا إلا هي متعمدين إنه أنا خلاص واثقين. ومن كثر زوجي ما راحوا كلمهم وسألهم أكثر من مرة قال الأول خلاص طب أتأكد من الثاني اسأل الثاني كمان لأنه كان معايا. قال الثاني إلا هي ونازلة من سيارة واحد. وقتها زوجي زاد فوق الهبال وهاتك يا سب وشتم في شرفي وأنا جالسة أصيح. قلت اسمع ودي للهيئة ودي نتفاهم معاه هذا أبغى اللي شافني أنزل من السيارة.
قال زوجي لا تنزلين أنا بناديه لك. نادى اللي قال إنه شايفني، وأجلس أصيح في وجهه وأشاهق وأصرخ عليه، وأجلس أقول له أنت ما تخاف ربك، أنت ظلمتني، وأجلس أتحسب على سلوى المطير اللي فيني طلعت. حسبي الله عليك، جعلك تشوف ظلمك في أهلك، وجعل مصايب الدنيا تجيك، وجعل ما بقيت دعوة على كوكب الأرض إلا قلتها له. قهرني، ظلمني. المهم جلست أدعي عليه وأقول له أنت بتفرق كذا بيني وبين زوجي. جلست أدعي وهو يقول لي اتق الله اتق الله. وجلست أقول له شوف لو جتك أي مصيبة في الحياة افتكرني، لأني أنا بجلس أدعي عليك ترى طول عمري. قلت له لو شفت مصيبة يا أخي اسكت يا أخي، بلا فضايح، علم أبوها أخوه، ما تعلم زوجة تفرق، في أطفال في ما أدري عاد كل تبل. طبعا كل كلامي كان بصياح وشهيق وزفير. المهم هو من الخلعة قال دقيقة دي بتأكد من المطوع الثاني، لأن وضعي ما كان طبيعي. أنا رميت نفسي على المرتبة وكذا جلست خلاص منهارة حالتي حالة الله لا يوري. حسيت وقتها الموت جاني من القهر والظلم. راح زوجي للمطوعين وقال ياها متأكدين إنها هي؟ قال المطوع الثاني إيوة أنا متأكد إنها هي، شنطتها بيج وجوالها جالكسي. أوبا. قال زوجي إيش ها؟ كأنه مو مستوعب. قال المطوع شنطتها بيج وجوالها جالكسي. نزلت من السيارة وهي تتكلم فيه وينط زوجي قال زوجتي جوالها مو جالكسي، أصلا جوالها مو معاها مخليتها في الديرة، جوالها مو جالكسي جوالها أبو كشاف. ويجيني زوجي بسرعة ويفتح الباب وياخذ شنطتي ويروح للهيئة ويرمي الشنطة في وجيههم ويفكها لهم، وقال لهم حسبي الله عليكم، خلى الشنطة عندهم ورجع. أصلا ما كان فيها شيء مهم إلا كان فيها فاتورة الخياط، ما علينا. ويرجع لي زوجي قال يلا انزلي من السيارة. قلت وين؟ طبعا زوجي عصبي وأنا خفت صراحة وقتها. قلت في بالي أتوقع أنه خلاص انكفش الموضوع، يعني أنا عرفني أنا مظلومة. قال يلا تعالي قدام، ويجلس يمشي ويمشي ويمشي لين شفت مركز الهيئة. قلت خلاص بخيانة وكي بيقتلني بموت أنا خلاص. وربي جلست أقول خلاص أنا مؤمنة بقضاء الله وقدره، يصير خلاص عصاب ما عاد فيه. وجالسة كذا أبكي، وهذه اللي بعد كذا اللي يمسك يا ربي تقهر القصة. المهم أنا وقتها جاني ثقل بجسمي، جست كذا متمددة مالي خلق شيء. زوجي يسوق ويطالع فيني كل شيء بنظرات غريبة ما فهمتها. شوية اللي مد يده كذا وجالس يمسح على كتفي. قال طلعت الحرمة اللي مراقبة جوالها جالكسي، وطلعتي انتي فعلا مظلومة. وقتها بغى يغمى علي ويمسكني زوجي ويهديني ويسمي علي ويقرأ علي ويشربني موية ويقول يلا تعود من الشيطان والحمد لله على كل حال من ذا الكلام يعني. قال والله اني كنت برتكب فيك جريمة. المهم رجعني للسوق وقال يلا انزلي كملي اغراضي. قلت لا ما ابغى شيء، رجعني ابغى اهلي وابغى عيالي، انا مرة تعبانة. المهم حرك ووقف عند محل، نزل اخذ لي جوال اخر موديل وجاب لي عطور ما ادري يعني راضيني نوعا ما عشان انسى السالفة. وصلنا البيت اهلي واهلي انفجعوا من وجهي منفخ محدوم من البكي واحمر. شوي لامي واخواتي يسالون ايش فيك يا بنت، ايش بوجهك كذا، ايش صاير؟ واجلس احكي لهم السالفه. جلسوا كلهم يتحسبون على البنت اللي حطتني بذا الموقف. وبس لهنا يكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم. اذا